بسم الله. خسارة قاسية وخسارة فادحة وخسارة مستحقة للاعيبة النادي الأهلي، أيوة للاعيبة النادي الأهلي اللي نزلت النهاردة المباراة قدام بيراميدز وقدمت لنا الأداء السيء والكريه اللي احنا شفناه النهاردة ده. أنت كلاعب نازل النهاردة عملت إيه ب 90 دقيقة؟ 90 دقيقة بتقدم لي إيه يا سيدي؟ بتقدم لي إيه يا عينيا؟ إيه الأداء ده؟ وإيه المستوى ده؟ وبعض اللعيبه اللي انتوا بص شوف مشينا ريبيرو وحش وما بيفهمش وطباخ وسباك وكل حاجه عاوز تقولها على ريبيرو مشيناه يا سيدي. اعتبره مشي، اعتبره بكره مش هيجي معاك التمرين، اعتبره ان هو مش موجود معاك. بس ايه الاداء اللي انت بتعمله ده؟ ايه فكر كل لاعب كان بيلعب النهارده؟ انت نازل تعمل ايه؟ شايف فريقك بيغرق، شايف المستوى متدني، طلع حاجه عندك. شايف الجمهور بيغلي، شايف الجمهور 90 دقيقة واكتر من 90 دقيقة في الوقت بدل الضايع بيهتف وبيصرخ وبيطلع كل اللي عنده عشان يخليك تحس على دمك وتقدم لي حاجة. يلي ما عندكش دم، فعليا انت ما عندكش دم. لو النهارده مستوى المدير الفني معفن ومش بيعرف، مش محفظك حاجة ومش قايل لك اي حاجة ولا مدخلك المباراة، انت فين كلاعب عندك خبرات؟ انت فين كلاعب جايبك من اوروبا ولاعب جايبك معرفش من مسيره احترافيه فين وكنت فين واحتكيت في افريقيا واحتكيت في اوروبا وعملت لي كل البروباجندا دي قبل ما تيجي وجبتك وصرفت عليك ملايين؟ ده المستوى اللي انت تقدمه لي؟ ده مستوى تقدمه لي؟ ده مستوى يرضي اي حد بيعرف كوره او بيفهم كوره؟ يا اخي حرام عليك. 11 لاعب بالاحتياطي بكل حاجه، كلكم سيئين، كلكم سيئين وما عندكمش ريحه المسؤوليه ولا عندكم ريحه الدم. لما تقدم لي مباراه قدام بيراميدز بالشكل المقيت ده، طب الشوط الاول هعرف اجيب لك فرصه فرصتين مع انهم كان طول الماتش زفت، بس الشوط الثاني يا مؤمن ما رحتش على الجون، مش عارف تعمل خطوره على الفريق، مش عارف ترجع للمباراه. امال انا جايب لعيبه خبرات يعمل له ايه؟ اللعيبه الخبرات هتعمل لي ايه غير انك تنقذني في موقف زي ده؟ المدرب سباك ومدرب ما بيفهمش حاجه ومدرب ميكانيكي وكل المهن الشريفه دي. قول لي بقى انت بتعمل ايه يا اللي بتاخد مرتبك في ميعاده، يا اللي ما عندكش اي مشاكل، يا اللي الاداره موفرك استقرار نفسي ومادي وكل حاجه متوفره لك؟ بتعمل ايه؟ لسه هنرجع للاداره والمدرب، بس انت كلاعب بتعمل لي ايه طول ال 90 دقيقه؟ انتوا النهارده ابيض، كلكم ابيض من الشناوي لحد جراديشار ومحمد شريف، كلكم سيئين، كلكم سيئين. مفيش حد فيكم فايق. مش لاعب واحد بيقدم مباراة حلوة. زيزو جه طفى معاكم، قالها اسلام مهدي. لو جه اي لاعب وسط اللعيبه العته دي هيبقى زيهم. جراديشيار اللي كان بيطلع نار من بقه وبيلعب واداء كويس بقى زيكم. الشلاليه اللي انتوا عاملينها في النادي اهي دي مصيبه من ضمن المصايب بتاعت النادي الاهلي اهي. دي مصايب بقى، الشلاليه والتفخيد والتريح، واللي انت مش خايف من حد ولا خايف من ميديا وبتعمل بلوكات للناس ومش خايف من اي حد. انت ولعيبه مش خايفه من اي حد، لا خايف من جمهور ولا من اداره ولا من مدرب ولا اي حاجه، فبتقدم لي القرف الفني ده. بيراميدز النهارده نازل صاحي، اللعيبه نازله من اول دقيقه دخلت في المباراه. انت ما دخلتش المباراه اصلا، مش هقول لك دخلت المباراه في الشوط الثاني مثلا او في نص الشوط الاول، انت ما جيتش اصلا. بيراميدز نازل واكل النجيله، اللعيبه نازله ومتحمسه وحافظين لعيبه النادي الاهلي وعارفين هم عاوزين يعملوا ايه. انما انت عندك كل لاعب اسوأ من التاني، كل لاعب ورا التاني اسوأ من التاني. مفيش ولا لاعب النهارده فيه حاجه حميه كده وعاوز يعمل اي حاجه. كلكم سيئين، كلكم وحشين، كلكم تكسفوا. ايوه تكسفوا، انتوا لعيبه تكسف، انتوا كلاعيبه تكسف. لما انا اكون مراهن على ان لعيبتي هتنزل تغير لي الواقع السيء اللي قبل ده وتقدمني قدام بيراميدز اللي ناقص فريق كامل، ناقص لعيبه مهمه جدا في فريقه. شوف البدله، شوف البدله، شوف يا حسين يا شحات، شوف يا طاهر محمد طاهر، شوف يا عمر كمال، شوف يا قفشه، شوف البدله بينزلوا يعملوا ايه. شوف الولد الباك اليمين بتاعهم بتاع جارو طرد الشيبي، شوف النهارده كريم عامل ازاي، شوف اللعيبه بتمسك في الفرصه ازاي. انما انتوا نازل الماتش اللي فات حسين شحات بيتمرقع في الكوره ومش عاوز يضغط ومش عاوز يعمل ومش عايز مش عارف يعمل ايه. شوف البدله، شوف الصف الثاني بيعمل ايه، شوفوا الناس بتعمل ايه. كسفتونا، كسفتونا.
عارف يعني ايه كسفتونا؟ كسفتونا يعني انا كنت واثق فيك قوي، متعشم فيك قوي انك تعمل لي اداء وتعمل لي نتيجه والجراكس. حتى الكلمه طالعه غلط. شوف ال الاداء بقى، عايز فريق معمول، فريق مرسوم رسمه صح، فريق حلويات معمول، كل حته محطوطه، مش عارف مين جايب مين وعامل ايه. ايه الاداء ده؟ في الاخر نزلت كل اللعيبه ونزلت بتاع، لكن مفيش فكر، مفيش فكره هنرجع لها فني. كان بتكلم على اللعيبه اللي ما عندكوش ريحه الدم، يا اللي عندكم خبرات وعامل لي فيها ناصح وعامل لي فيها مش عارف جاي لي من اوروبا ورحت فين وسويت وخربت الدنيا وجاي مع الاهلي بقى بيتي، جاي بتقدم لي الاداء المقيت والسيء ده. تعالى بقى للمدير الفني، الله على الحلويات، الله يا ريبيرو. ايه يا ابني ده؟ ايه؟ سبحان من ابدعك وجابك النادي الاهلي، سبحان من العين الفنيه اللي جابتك وشافت فيك انك بص المدرب اللي هيجي يغير وهينقل النادي الاهلي في نقله ثانيه. هو فعلا نقلنا نقله ثانيه بس نزلنا تحت. مدرب حاطط تشكيل حلو، تيجي تكتب في الورقه التشكيل كده، تشكيل 100%، التشكيل ممتاز الصراحه. ريبيرو حاطط كل لاعب في مكانه، الشناوي ومحمد هاني واثنين قلوب دفاع، بيكهام وداري، والناحيه الثانيه عشان عنده اصابات هنعمل ايه؟ باك الشمال. احنا مش غلطانين، احنا بعنا الدبيس او طلعناه اعاره، لا مش غلطانين، لا هي الاصابات. واحنا عارفين ان شكري اصلا بيتصاب كتير، بس الدبيس دي مش غلطه ابدا، مش غلطه اداريه، لا احنا هو الاصابات، والعين هي اللي فلقت الحجر، هي اللي عملت المشكله العين. لكن لا احنا قراراتنا الفنيه كلها صحيحه. انت بتتكلم في ايه؟ نص الملعب ديانج دبابه في نص الملعب، رقم 6 قدامه مين؟ بن رمضان، البص الاسطوره، هيعمل اداء اوف، ما تهزرش. قدامه زيزو بقى بناحيه بقى يمين وشمال، عندك مين؟ تريزيجيه يمين، وعندك شمال بن شرقي، وقدام مين؟ محمد شريف بقى. اوب بقى التشكيل عالمي، هو فعلا تشكيل حلو. لكن فين بقى الفنيات؟ قول لي بقى الفنيات اللي انت محضر اللعيبه عشانها من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. ايه الفنيات بتاعت كابتن ريبيرو؟ ايه الفنيات يا كابتن عماد النحاس؟ صفر. بيراميدز نازل دارس الاهلي 100%. مدرب بيراميدز مذاكر الاهلي قوي كمان. بن رمضان اللاعب الوحيد اللي بيتحرك عندك في نص الملعب، هقفل لك عليه ب3 لعيبه، هخليه ملوش، هخليه 90 دقيقه بيلوش بن رمضان، لان مدرب ذكي. يوريتيتش مدرب ذكي، قفل لك الموضوع ده. وديانج النهارده ما يتوصاش يعني، ما مش محتاج ضغط، هو كل بساطته كانت غلط، كل بساطته مش عارف ايه، باظت. باكات ما اتمنهاش لاوسخ اعدائي، يعني اوسخ عدو في حياتي ما اتمنلوش الاثنين باكات اللي عندي دول، اللي هم مين؟ اللي موجودين اللي بيلعبوا. انسى بقى في الاصابات، محمد هاني وكريم فؤاد. بؤس الدنيا، انت بؤس الدنيا كله اتحط في 2 باكات بتوع الاهلي دول. لا تمرير صح، ولا عرضيات صح، ولا دفاع صح، ولا هجوم صح، ولا اي حاجه صح. هو لبس تيشيرت صح، لبس بس الرقم بتاعه صح، غير كده ما عملش اي حاجه. ابيض يا ورد بمعنى ابيض يا ورد. ايفرتون كان الله ينور معدي، بابا عدي يابا. كريم كان بيعدي، سلام عليكم ابو كريم بابي، ويعدي، ولا كان في اي حاجه. ويا جماعه لاعب ايمن بتلعبوا باك شمال، كل ما نروح على الشمال ارفع يا ابني، ايه باي، لا استنى اعدل على يميني، يقوم عادل راحه برده خابطه، مفيش اي حاجه. بؤس الدنيا. عندك قلبين دفاع، واحد منهم زجاجي والتاني منهم نسي الكوره. لعب معانا ماتش في اول ما جه ماتش الودي اللي كان قدام تقريبا باتشوكا، قلنا بيكهام هيجي يعدل الميله، جاله جنبه مايل، فبقى مايل هو كمان. اشرف داري هو بالظبط متولي، انت شلت واحد بيقعد في المستشفى، جبت واحد يقعد مكانه في المستشفى، بس خلاص شكرا، الف شكرا، مفيش اي حاجه تانية. ايه بقى ما ايه تاني بقى؟ انت عاوز ايه تاني؟ ما اعرفش ايه بقى تاني. نص الملعب نفس ما قلت لك، ديانج بيضيع كل كراته ميس باص بحاجه مقرفه. بن رمضان مزنوق ب3 اطرافك اطرافك مفيش اطراف مين؟ اطرافي ما بتعملش حاجه. تريزيجيه ما بيعملش حاجه. لا انا جاي من اوروبا، انت بتكلمني ليه؟ بن شرقي انا جاي من قطر، ما تكلمنيش انا كمان. محمد شريف الفرصه اللي جات له شاطها، جت بس صدها الشناوي. احمد الشناوي اللي بيصد.
احمد الشناوي اللي بيصد. مش هكلمك على كرة الهدف الاول، الفاول اصلا اللي اتعمل غلط، وبدون داعي انك تعمل فاول في المنطقه دي، بدون داعي تعمل فاول في المنطقه دي، بس عملت الفاول. يخش كريم حافظ هوب يشوط، هوب الكره تخبط في القايم، كابتن الشناوي واو شاطها حلو جدا، تترد. وليد الكارتي ما تقف يا اشرف يا داري بقى، اعمل صح يا اخي بقى، اعمل بالفلوس اللي بتاخدها وامسك الولد صح. لا 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 لا، انا هسيب الواد يعدي مني يفلفص مني كده ويقوم شايطه. كابتن الشناوي لسه بيستوعب ان الكوره اتردت. يا نهار ابيض، الكوره اتردت، يا خبر ابيض، هو انا ايه ده، انا المفروض اتحرك، هو انا المفروض اخد اتقدم خطوتين وانط صح. لا لا اوبا، قام الكارت حاططها فيه الهدف الاول. يلا بقى يا نجوم بقى، يلا يا خبرات بقى، هوبا بقى صحصحوا لنا كده، يلا بقى هي هنشوف هنعمل ايه. والله ما عملوا حاجه، ولا في ردة فعل، ولا ردة فعل من المدير الفني، ولا اي حاجه. ردة الفعل الوحيده اللي هي ردة الضمه اللي جت في اشرف ده، هوبا الضمه هوبا اطلع بره. نزل العش، والعش قدم لنا اداء مضحك هو كمان، قلوب دفاع مضحكه، اطراف مقرمشه، حاجه يعني يا ربي كوكتيل قرف، كوكتيل قرف، كوكتيل من العك الكروي والفني والاداري. ايوه اداري، ايوه انت جبت مدرب محكوم عليه بالفشل من اول دقيقه، الكل قال مش مناسب للاهلي، انت راهنت ورهانك خسر 100%. فرحان بردود فعل جماهير الاهلي، اتمنى تكون مبسوط، اتمنى تكون مبسوط ان جماهير الاهلي جدت خلاص بقى وقرفت. خلاص جماهير الاهلي جابت اخرها، هاجمه الاداره وهاجمه المدرب وهاجمه اللعيبه ويا الله باظت. بدل الموسم كان فوق وهاكل الاخضر باليابس، بقيت بتاكل بس الايه، اليابس، مفيش اخضر، بتاكل اليابس بس، بتاكل على عينك، تاكل على عينك. خساره من بيراميدز، وده مركزك دلوقتي الله اعلم بقى كام، وحاجه مقيته جدا، واداء وحش، واداء يفشل. اه والله الاخر الجماعه الخليجيين بيقول لك اداء يفشل، كل حاجه يقول لك يفشل، هو فعلا اداء يفشل، فعلا حاجه تفشل لما تيجي تشوف الاداء ده، يحسسك بالفشل كده. ايه ده يعني؟ اجيب مين؟ اجيب مين؟ جايب حارس مصر الاول، وجايب موهبه تانية شابه مطلعها يا مصطفى جوبير، وجايب مش عارف محمد هاني باك اليمين بتاع مصر، وجايب مين في قلوب الدفاع، وجايب مين في نص الملعب، وجايب مين اطراف، وجايب مين هجوم. فكده الاداء ده قدام بيراميدز في اسوأ حالاته يحصل فيا كده؟ بيراميدز في اسوأ حالاته طول الفتره الاخيره اعمل الاداء ده 90 دقيقه؟ طب يا اخي اعملوا شوط، اعمل الشوط الاول واديني شوط حلو، الشوط الثاني يبقى مالكش حاجه، خلاص بقى ماليش حجه، انت لعبت شوط والله. لا موت نفسك يا اخي، قطعوا نفسكم علينا. لا احنا طماعين، ايه يا عم في ايه؟ ما احنا مش والله ما طماعين، عايز شوط بس 45 دقيقه يا اخي، 90 دقيقه انا منك 45 دقيقه كويس، ما بقولش حاجه، لكن 90 دقيقه من الهراء. حلوه الهراء دي، والله 90% من الهراء هراء فني وكروي واداري وايه. احسن حاجه الجمهور، والجمهور شوف الكوميديا بقى، الجمهور حاسس بالمباراه، عايش اجواء المباراه، انما اللعيبه والله انا مش فايق النهارده اصلا. العب بقى يا عم، خلي عندك دم، المفروض تسمع الكلمتين دول مخك يشعل كده، والادرينالين يقوم خليك يعني، بدل بص ما انت نايم كده ومطاقتك 50% تقوم طالع واكنك كلت سبانخ كده زي باباي، وتقوم هوب وتقدم لي الاداء. لكن لا ابدا، 90 دقيقه هشلك 90 دقيقه. لا ده انا مراهن 90 دقيقه هشلك، واشيل اللي جابوك، واشيل اللي بيتفرجوا جنبك، واشيل جيرانك، واشيل اللي بص هقعد كده هقدم لك شلل. ايوه هقدم لك شلل، انا واخد من اللعيبه، انا هقدم لك شلل كروي لغايه ما تطفح كوره، تكره الكوره وتكره الساعه اللي انت قاعد تتفرج فيها على ماتش كوره، يحرق لك اعصابك ويشنجك اكتر ما الحياه مشنجاك اصلا. مفيش فنيات يا جماعه تتكلم عليها اصلا في المباراه زي دي، مفيش فنيات تقدر تقولها، هو هراء فني وداخلي واداري وكل حاجه. لعيبه لا تستحق ابدا ان هي تلبس التيشيرت ده. والنهارده هو ما نزلش لا حسين ولا قفشه ولا بتاع، هو نزلت الصفقات الجديده. طب فريقك مهزوم ومش عارف تعمل حاجه، بتطلع باك شمال، بتنزل باك شمال، والاثنين مش باك شمال، طلع كريم فؤاد الباك يمين، وبتنزل مكانه كوكا اللي بيلعب في نص الملعب.
تغييرات ما فهمتش تعمل الحاجه. بالشوط الثاني طلع لك اسمه ايه اشرف بن زي جراديشيار. عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه، بس عملت تبديل. مالكش حق، مالكش تتكلم معايا. عملت تبديل، ما تتكلمش معايا. مش انت بتحب ايام كولر كنت بتعترض على التبديلات المتاخره؟ عملت لك تبديلات بدري اهو. اعمل لك اكتر من كده؟ ما تطلبش مني، انا ما بفهمش اكتر من كده. رحيل روبيرو ده اساسي. مشي بقى روبيرو، شوف هتجيب مين. كيروش بقى، مشي عمده، ترجع شوقي، ما الله اعلم، شوف هتعمل ايه. كوكتيل بقى العك ده حله. انقذ ما يمكن انقاذه من الموسم ده، عشان الموسم ده بيضلم. الموسم بيضلم، فالحق نفسك بقى. شوف بقى هتعمل ايه. عندك توقف دولي اهو، فوق لي بقى كده وصحصح لي ورج لي الدنيا دي. ماشي ريبيرو بقى، وشوف هتعمل ايه. مش انتوا اللي عكيتوها في الاول، وانتوا اللي جبتوا الراجل ده، صلحوها بقى. مش احنا اللي عكينا واحنا اللي بوظنا الخلطه. جبت لعيبه سوبر ورحت جبت لهم مدرب مش على قد كده. يلا بقى حلها، حلها بقى دلوقتي. قفلتها ضمنه، اتغلبت 2-0، اتفضحت، شكلك بقى سيء. اداء من اسوأ لاسوأ. مش هقول لك بقى سيء بس وماشي سيء كده، لا لا لا، اسوأ لاسوأ 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 لاسوأ. ما شاء الله يعني. تعادل محله، بعد كده تخسر من بيراميدز. الله ينور، الله ينور. ماشي على الكتاب كده. اداره الاهلي لازم تتدخل وبسرعه وبسرعه. البقاء على ريبيرو هو الضغط النفسي على اللعيبه وعلى الجمهور بشكل انت مش متخيله. خلاص الراجل ده انتهى. الماتش ده قاضيه عليه، قاضيه خلاص. ماشي الراجل حتى لو كان له فكر، وانا مقتنع ان هو له فكر بس مش مناسب. هي مرحله مش مناسباه. شوف بقى جيب كيروش بقى، شوف هتجيب مين. رجع موسيماني. بقى دي ضحك بقى. ما هو الكلام بقى على السوشيال ميديا بيكتر. رجع بقى موسيماني. اعمل تعمله بقى، اعمل تعمله. راجل موسيماني كان بيغزل برجل الحمار وبيعرف يجيب لك بطولات. كولر كان معاه تشكيل اقل من ده وكان بيجيب بطولات وبيعمل. يعني كنت سيب كولر. اقول لك حاجه، سيب كولر بعد كل الفلوس اللي دفعتها له دي. الراجل ده شرط الجزائي بتاعه كام؟ لا ادفع يا عم ادفع. جت عليه. يلا يا عم، سلام.